وحشتوني. وصفتنا النهاردة اقتصادية 100% بمكونات موجودة جوه البيت. مش هتتعبي خالص وهتعمليها سهلة وبسيطة. خطواتها ممتازة فوق الرائع، حقيقي حلو قوي. والنكهة اللي هنضيفها ما حصلتش. كل حاجة فيها جميلة جدا جدا. وقدمتها لكم كده على السخن، يعني حاجة ايه. يا سلام كمان لما تبرد. هنستخدم فيها قشر البرتقال وعصير البرتقال. هاتي بقى شوية حليب وتعالي معايا عشان هنعمل حلا هايل هايل. هنستخدم الحليب بتاعنا، حليب دافي او ساقع واتيفر، وهتنزلي عليه بالسكر، بس انا استخدمته دافي عشان عايزة يعني ايه اختصر الوقت. وهنزل عليها بعصير البرتقال. وبعدين هدوب، وانا كل ما بنزل على حاجة ادوب فيها حاجة ورا التانية. هنا بقى هننزل بقشر البرتقال الحلو قوي في التسوية. طعمه جميل مفيش فيه اي مرارة، بالعكس هتحبيه جدا جدا جدا. نكهة حلوة وسهلة وجميلة. تقدري تقولي الحالة اللذيذ ده هيفكرك بحاجات زمان. وهقلب وانا بشتغل، كل ما اضيف حاجة هبتدي اقلب، ايدي شغالة فيه. هنا هستخدم النشا. كلنا طبعا متواجد عندنا النشا. وهنزل كمان ببسيط من الدقيق، عشان لو استخدمت النشا خالص من غير ما تستخدمي الدقيق، الحلو بتاعنا هيبقى متماسك. فاحنا عايزينه كده يعني ايه، يعني بيزحلق شوية. ونزلنا هنا اسمها ايه، الفانيليا. الفانيليا كنت عايزه احط البودر، بس يلا بقى قعد وحطيت الخام وتبر، كله حلو على فكره تبارك الله. وقلبت كل الخليط ده وديته على البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة مع التقليب. هنا بعد ما تماسك، ما خدش مني 10 دقايق. بعد ما تماسك نزلت عليه بالهافي كريمة. تقدري تستغني عن الهافي كريمة لو مش متواجدة عندك، وتحطي حوالي معلقتين من القشطة. ولو مش متواجد عندك ده خالص ما تحطيش. هي تبارك الله، كل اللي عملته ان انا زودت النكهات. قوام حلو قوي، وطعم قشر البرتقال وعصير البرتقال ده حكاية. بصوا قوام ممتاز ممتاز. صحيح نسيت اقول ما تنسوش تتابعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس. تحطي لايك لو عجبتكم الوصفة. بصوا القوام وقشر البرتقال عامل ازاي جوه. مفيش اجمل من كده. الريحة بقى طالعة كده على وشك كأنك بتعطري المكان. هبتدي بقى اوزع في الاكواب بتاعتي او اي حاجة متواجدة عندي. وهخبطها كده خبطتين بحيث اني اتاكد ان هي كلها يعني نزلت تحت. عشان دلوقتي وانا اول ما قدمتها كده في القوالب، هبتدي اعمل ايه، كراميل، بس يعني نص كراميل ونص توفي، يعني مش هخليه ايه سايل قوي. بصوا شكله عامل ازاي، خطير خطير. انا ندمت ان ما عملتش كتير. هسيب لكم المقادير جوه صندوق الوصف. خدت السكر حطيته على البوتاجاز على درجه حراره متوسطه، وانا جنبه ما سبتوش لانه مش بياخد وقت نهائي. وابتديت الاقي شكله من تحت يعمل كده. اول ما تلاقي بتاخد لون، ابتدي قلبي تقليب بسيط، ما تخافيش مش هيكرمل منك ولا حاجه. بس اهم حاجه هنا انك انت تحطيه في حاجه غويطه عشان ما تتلسعش، احسن اللسعه منها يعني ايه بوجع جامد. بصوا شكله عمل ازاي. هبتدي انزل بقطعه من الزبده. وتقدري ما تحطيش زبده ولا اي حاجه، مجرد انك تاكدي انك انت ذوبتي السكر خلاص. بس الزبده بتعمل طعم حلو قوي حقيقي. ونزلت بسيط من الهافي كريم، لو مش عندك حط حليب. تمام كده كل المكونات جاهزة. ممكن اسمها ايه، تستغني عن الزبدة خالص. ممكن تستبدلي الهافي كريم بالحليب. وهتديكي النتيجة. كل اللي عملته بس ان انا يعني ايه زودت النكهة كده. وده قوام اللي انا عايزاه. تقدري تخليه اخف من كده وتقدري تسيبيه زي. انا لعبت في القوام بتاعه عشان يبقى نصين، نص كراميل ونص توفي. يعني عشان انتوا عارفين عايزه ابقى انجوي. شكله حلو قوي قوي. التشطيب هايل خطير. قدمته هو سخن بشكل اللي انتوا شايفينه. لما برد كان حكاية حقيقي. مش عارفة اقول غير انجوي، اعملوه. موفر قوي. نكهة جديدة، نكهة البرتقال والقشر حلو قوي جميل جدا. حاجة سويت مع طعم الكراميل مع التوفي، هو ده بس اللي انا كنت بقول لكم عليه. بصوا شكل التوفي عامل ازاي، كراميل مع التوفي. حاجة ترجعك كده لأيام زمان والطفولة، والأيام اللي كلها خير كده وبركة. تحسي كده انتوا فاهمين بقى زمان، إنما نعمل حاجة حلوة نبعت لأصحابنا وحبايبنا ونقدم الحلو. حاجة كده يعني احنا عمالين ندور عليها دلوقتي. انجوي.